تعالوا نشوف الطبق الجميل ده هنعمله ازاي. معلقة زيت على معلقة زبدة، ومعانا عود قرفة، ورقة لوري، وفصين مستكة، وبنشوحهم كويس جدا لحد ما نحس ان طلعت ريحتهم. بنقلبهم كده كويس. هنعمل يا جماعة حمام كداب. احنا جايبين الوراك ومجهزينها وحطيناها في محلول نقع. بنضيف هنا الرز. بنجهز طبعا الرز معانا وبنقلبه كويس وبنشوحه. تمام، لحد ما يعني كل رزاية بتتغلف بالمادة الدهنية اللي موجودة. وهنضيف عليها مية، بس مش مية فترة، لا هنضيف عليها مية سخنة. تمام، احنا هنجهزها. هنا هنحط بصلاية عاملينها في الكبة كده ناعمة، وهنديها برضو تشويحة. هنضيف ملح وفلفل وبهارات لحمة، او السبع بهارات اللي موجودة معاكي دي فيها. وهنضيف برضو معلقة سماق، بتبقى بتدي يعني طعم ومزازة جميلة جدا. برضو كل ما بنضيفي حاجة قلبي كده وشوحي كويس الحاجة كويس مع الرز كويس قوي. تمام، بنكمل بقية البهارات زي ما قلت لكم. بهارات لحمة وسبع بهارات. بصي بتتعاملي معاها لانه رز الحمام اللي هو اللي بيتحب يتبهر ده، بيبقى جميل جدا وطعمه حلو يعني. انت هتاكليه قبل ما تاكلي اي حاجة تانية. تمام، هنا ضفنا السماق. هنبدأ بقى نشوح تاني مع بعض. وهنا مجهزين المية، وبنضيف المية عليها على كوبايتين الرز. بنضيف كوبايتين مية، او المية بتغطي الرز بتاعنا، وتوطي بقى عليه اول ما يغلي، توطي بقى كمان شوية. هنا الوراك هنا جايبينها وجايبين بصل مع ملح وفلفل. وهنا انا بتبلها، كنت انا متبلاها هنا عشان تدي طعم، وبيتها في التلاجة ليلة كاملة. وبعدين طلعتها عشان ابدأ احشيها بالرز. هنا حطيت عليه، كنت سلقة كبد وقطعتها صغير وضفتها على الرز. هنا ببدأ اشيل بقى، جبت الوراك من التلاجة، وببدأ اشيل البصل على قد ما تقدري، مش كله طبعا، اللي متاح قدامك بتشيليه. بعدين هنا لو قدامك اي مثلا بتقابلك كده نقعد نفتح بالسكينة كده بطرف السكينة علشان ابدأ ادي مساحة عندي. يعني تقدري تقولي ان انا بعرض المساحة شوية. تمام، بحيث ان انا اديها مساحة اكبر، بان انا افتح كده بالظبط عشان اقدر الم الجنبين على بعض، الطروف على بعض، لما اجي احشي الرز بتاعه. واذا قابلك طبعا اي عظم هنا برضو في السكة ممكن يكون منسي، تمام، بتشيليها عشان دي ما تبقاش من جوه. المفروض ان انت بتاكليه جواه اللي جواه لحم بس. هنا بتظبطي الحروف كده، بتشوفي الدنيا قدامك برضو. تمام، هنا برضو لقيت هنا عضمية، فاضطريت طبعا ان انا اشيلها بالسكينة عشان تبقى خالية. او هتلاقيه نسيها طبعا. تبقى خالية من اي قطع عظم صغير داخل الورك اللي احنا المخلي. بعدين بجيب بتبداي بقى تيجي. انا طبعا الرز انا مسوياه، فانا مش قلقانه ان انا احشي الرز او الخلطه. لان هو انت عارفين لو انت حاطه الرز ني مش مستوي، بتدي ما بتضغطيش عليه قوي عشان تديله مساحه ان هو بيزيد جوه الحامل الكتاب. فانا عشان كنت مستعجله فقلت اضيف الرز مستوي، وقلت برضو نجربه كده، ويا دوب ما يغيبش في السوى على قد اللحمه اللي حواليه بس. تبداي بقى تكمري الطرفين مع بعض، تلميهم على بعض وتضغطي عليهم على قد ما تقدري وانتي بتلفي كده عشان ما يفتحش منك. وبالخله الصغيره ابداي دبسيها، لا خيط ولا فتله ولا اي حاجه من دي. تمام، اي فتحه ممكن انتي شايفاها قدام عينيكي. نبدا هنا نلم الطروف مع بعض
وبرضو بنقفلها بالخلة الصغيرة اللي موجودة. انا بضيف هنا شوية الرز عليها. تمام. وكمان الجنزبيل احنا ضفنا كمان على الرز ده جنزبيل يا جماعة باودر، بيدي برضو نكهة حلوة جميلة جدا. تبدأي تلمي اي حاجة انت شايفاها وتضغطي عليها. ومجهزة معانا مية بتغلي على البوتاجاز، فيها بصلاية وورق لورا وفصين حبهان، تتعاملي معاها كأنها شوربة بالظبط. تمام. هنا خلاص بنبدأ نضيف الوراك اللي احنا عملناها، بس تضيفيها من الناحية المفتوحة وتنزليها بالراحة مع أول غلوة، وبتبدأي تهدي النار عليها شوية، يعني دوبك تغلي أول غلوة وتبدأي تهدي النار عليه. تبدأي طبعا ايه تسيبيها من ربع ساعة، ما بتغيبش طبعا في السوا لأن احنا اوريدي الرز جوه مستوي. طلعناها هنا جميلة تحفة بصراحة، وحطيت عليها شوية زبيب ومكسرات مع الكبد متحمرة، مع الوراك حمرناها برضو، حطيها تحت الشواية أو تحمريها مع في الجريل. جميلة وألف أنا شايفة. لايك وشير